Hello everybody, how are you? Hope you are fine. This is Miss رحمة شعبان. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض البلورالز أو الجمع. تابعوني. البلورال الأسماء عندنا في الإنجليزي لما بنيجي نجمعها بنحط لها حرف الإس في آخر الكلمة. تعالوا نشوف زي إيه. For example, bag هنزود لها حرف الإس في الآخر بقت bags. tree بقت trees. car بقت cars. تعالوا نشوف شوية الملاحظات دي. الاسم المفرد بنضيف قبله a, an, or, one. أما الجمع بنضيف قبله أي عدد غير الواحد. زي مثلا a bag دي للمفرد شنطة واحدة. two bags حطيت في الآخر اس وزودت قبلها two اللي هو عدد الشنط. an apple بقت three apples يعني تفاحة. 3 apples 3 تفاحات. Write the plural. ودلوقتي تعالوا نكتب جمع الكلمات اللي هتظهر قدامنا. This is one snake. These are 3 snakes. Well done. This is one ant. These are 6 ants. This is one flag. These are 4 flags. It's one egg. These are 10 eggs. Very good. This is one doll. These are 2 dolls. Nouns ending in Y يعني الأسماء اللي بتنتهي بحرف الواي. عندنا إذا كان الاسم منتهي بواي يسبقها حرف متحرك. إيه هي الحروف المتحركة؟ A, E, I, O, U فإنها تبقى كما هي ونجمع الاسم بإضافة اس فقط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا عندي أي كلمة آخرها حرف الواي وقبل الواي حرف متحرك أزود في الآخر حرف الاس بس. أما لو الكلمة آخرها واي وقبل الواي حرف ساكن بزود اي اي اس. تعالوا نشوف أمثلة. بيبي بقت بيبيز. نبص لكلمة بيبي آخر حرف فيها هو حرف الواي قبل الواي حرف البي. البي دوت من ضمن الفاولز؟ لا طبعا ده من ضمن الكونسونانتس أو الحروف الساكنة. عملت ايه؟ شلت حرف الواي وزودت اي اي اس. طيب كلمة بوي قبل الواي حرف الاو. الاو دوت من ضمن الفاولز فهزود في الاخر اس بس. يبقى تاني لو قبل الواي متحرك بنزود اس بس. اما لو قبل الواي ساكن بنحول اي اي اس. This is one key. These are 3 keys. Excellent. كلمة keys هنزود لها في الآخر حرف الاس بس. ليه؟ لأن قبل الواي متحرك وقلنا لو قبل الواي متحرك بنحط اس بس. This is one cry.
يعني صرخة واحدة. These are two cries يعني صرختين. هنا نلاحظ ان حرف الواي كان قبله حرف ساكن اللي هو الكونسونانت. عملنا ايه؟ شلنا الواي وحطينا بداله IES عند الجمع. يبقى لو قبل الواي ساكن بنحول IES. This is one day. These are 2 days. حطينا في الآخر اس بس علشان قبل الواي كان في حرف فاول اللي هو حرف متحرك. It's one fly. They are 3 flies. عملنا ايه؟ حولنا الواي IES. ليه؟ لأن قبل الواي كان حرف consonant. وقلنا لو قبل الواي ساكن بنحول IES. عندنا قاعدة كمان هي الأسماء اللي بتنتهي بحرف الF أو الF E. ازاي نجمعها؟ لو عندنا اسم منتهي بحرف الF أو الF E بنشيل حرف الF أو الF E ونحوله VES عند الجمع. زي مثلا كلمة knife اللي هي سكينة بقت knives. شلنا الF E وحطينا بدلها VES. leaf اللي هي ورقة شجرة بقت leaves. شلنا حرف الF وحطينا بداله VES. write the plural. تعالوا نكتب الجمع. This is one loaf. These are 2 loaves. عملنا ايه؟ شلنا حرف الF حطينا بداله VES. This is one wolf. These are 3 wolves. هنعمل ايه؟ هنشيل حرف الF ونحط بداله VES. This is one half. يعني نص واحد. These are 2 halves. Excellent. هنعمل ايه؟ برافو. هنشيل الF نحط VES. one knife. They are 2 knives. Excellent. هنعمل ايه؟ نشيل الF E ونحط بدلها VES. Well done. one thief يعني لص أو حرامي واحد. They are 3 thieves. Excellent. هنعمل ايه؟ نشيل الF نحط VES. Well done. This is one calf. يعني ده عجل واحد. They are 3 calves. Excellent. نعمل ايه؟ نشيل الF نحط VES. Well done. تعالوا نشوف قاعدة كمان من قواعد الجمع وهي إضافة ES مش S بس. عندنا الاسم لو انتهى بحرف من الحروف اللي قدامنا دي S S S S H C H O X بنزود في الآخر ES عند الجمع مش S بس. تاني لو الاسم انتهى ب S S S S H C H O X حاجة من الحروف دي بزود ES عند الجمع. زي مثلا bus بقت buses. glass glasses.
dish, dishes, watch, watches, potato, potatoes, box, boxes. Write the plural. تعالوا نكتب جمع. One torch. There. Two torches. Excellent. هنعمل ايه؟ هنزود اس ولا اي اس؟ نبص لاخر حرفين كده CH، وقلنا الكلمة لو انتهت ب S S S S H C H O X هزود في الآخر ES. It's one sandwich. They are 6 sandwiches. Excellent. زودنا في الآخر ES علشان الكلمة انتهت ب CH. One brush. نبص للكلمة انتهت بحرفين ال S وال H. They are 3 brushes. Well done. زودت في الآخر ES. One class. يعني فصل واحد. الكلمة انتهت بدبل اس. بقت، تعالوا نعد كده كام كلاس في الصورة. 1 2 3 4 5 6. بقت 6 classes. عملت ايه؟ زودت اي اس لاخر كلمة كلاس عشان كانت منتهية بدبل اس. one match يعني عود ثقاب واحد او عود كبريت واحد. الكلمة انتهت بحرفين ال C وال H. هنعمل ايه عند الجمع؟ برافو عليكم، اكيد هنزود ES. طيب دي بقت many matches يعني اعواد ثقاب عديدة. one mango. They are 2 mangoes. Excellent. هنزود S ولا ES؟ نبص لاخر حرف في كلمة مانجو وحرف ال O، وقلنا الكلمة لو انتهت ب S S S S H C H O X هنزود في الآخر ES. Well done. This is one peach. يعني دي خوخاية واحدة. They are 3 peaches. Excellent. زودنا في الآخر ES علشان الكلمة انتهت بحرفين ال C وال H. This is one fox. يعني ده ثعلب واحد. They are 7 foxes. زودنا في الآخر ES. برافو عليكم. ودلوقتي آخر قاعدة معانا للجمع وهي الجمع الغير منتظم irregular plurals. تعالوا نشوف أمثلة. one foot هتبقى 2 feet. كلمة foot الدبل O هتتحول لدبل E. one goose يعني وزة واحدة بقت 3 geese. عملت ايه؟ شلت دبل O وحطيت بداله دبل E. This is one ox. These are 2 oxen. كلمة ox اتحولت وبقت oxen عند الجمع. كلمة man عند الجمع تتحول لمن. ال A اتحولت ل E. نفس الكلام عند كلمة woman. women
يعني امرأة هتبقى women. هنشيل حرف ال A ونحط بداله E. برضو كلمة policeman هتبقى policeman. هنشيل ال A ونحط بدالها حرف ال E. كلمة mouse هتبقى mice. الكلمة شكلها اتغير تماما. child هتبقى children. tooth teeth. one sheep بقت 5 sheep. كلمة sheep هي لما نيجي نجمعها ما بتتغيرش خالص. كلمة deer برضو لما نيجي نجمعها هتبقى هي زي مثلا one deer هتبقى 2 deer يعني غزال. برضو fish هتبقى زي ما هي one fish 3 fish. امتى اجمع كلمة fish؟ لو انا عندي انواع اسماك مختلفة في الحالة دي هزود لها es وهجمعها تبقى fishes. يعني انا مثلا دلوقتي احنا على الاكل وماما حطت لي سمكتين من نوع واحد يبقى انا كده كلت 2 fish. لكن لو انا مثلا هتكلم على سمك كتير او نوعين مختلفين من الاسماك اقول 2 fishes. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا باقي حلقات التأسيس، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وكمان شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.